حكايتنا النهارده عن كابتن امريكا، الشاب الضعيف اللي قرر ينضم للجيش عشان يساعد بلده، لكنهم رفضوه عشان جسمه صغير، فاتطوع لتجربه والتجربه دي نجحت وادته قوه خارقه وشارك في معارك كتير جدا، لكنه ظهر له الشرير ريد سكال بقياده جيش كامل وعايز يحتل العالم، فقرر كابتن امريكا انه يتحداه ويقف قصاده. فهل هيعرف يوقفه ولا ريد سكال هيكون له راي تاني؟ تعالوا نعرف. الحكايه بتبدا مع شويه مستكشفين بيكونوا بيبحثوا في الجليد، واثناء ما هم بيبحثوا بيلاقوا سفينه قديمه من الحرب العالميه، فبيتصلوا فورا بالشرطه، وفي ظرف وقت قليل الشرطه بتوصل للمكان وبيدخلوا السفينه دي، واول ما بيدخلوا جواها بيلاقوا درع كابتن امريكا. وعشان نعرف السفينه دي جت هنا ازاي تعالوا نرجع لسنه 1942 في النرويج، وبنشوف شخص عمال يجري وبيدخل مكان كده وبيبلغ اللي موجودين ان في حد وصل، واثناء ده بيقتحم جنود كتير جدا من الجيش النازي بقياده الجنرال ده، والجنرال ده بيكون بيدور على التسراك، وده مكعب طاقه بيدي قوه كبيره جدا، وبيدخل الجنرال وبيسأل حارس المعبد عنه، لكنه ما بيقولوش اي حاجه، بس بيفضل يدور في المكان لحد ما بيلاقي زرار قدامه، ولما بيضغط على الزرار ده بيخرج له مكعب الطاقه، فبيعرفوا الحارس ان القوه دي كبيره جدا مش هتعرف تتمكن منها، لكنه ما بيهتمش لكلامه وبيخلص عليه فورا، وبياخد التسراكت وبيمشي من المكان. بعدها بنشوف ستيف وهو بيقدم للتجنيد في الجيش، بس ستيف بسبب ان جسمه قليل جدا بيترفض، وكمان لانه عنده مرض وراثي، لكنه ما بيستسلمش وبيقرر يقدم مرات كتير جدا، وكل مره بورق واسم مختلف عشان يتقبل، لكن برضه بيترفض، وبيكون حلمه انه ينضم للجيش ويوقف الجيش النازي، وبيحلم يبقى في الصفوف الاولى وقائد الجيش في الحرب، وبيفضل يروح السينما كتير ويتفرج على افلام عن الجيش وثائقيه، واثناء ما هو قاعد بيكون في شخص رخم عمال يضايق الناس، فبيتعصب ستيف جدا وبيقول له يسكت، لكن الشخص ده بيستناه بره، واول ما بيخرج ستيف بيفضل يضرب فيه، وبسبب انه ضعيف ما بيقدرش حتى يدافع عن نفسه، وبيقول له انا اقدر اعمل كده طول اليوم، وبيكون شجاع جدا. بعدها بيوصل صاحبه باكي للمكان وبيضرب الشخص ده وبيخليه يهرب فورا، وبيقول لستيف انه حاليا بقى ضابط في الجيش وانه عنده مهمه وهيسافر النهارده عشان ينضم للمعسكر، وبيعزمه على سهره كده قبل ما يمشي عشان يودعوا بعض. ولما بيجي الليل بيروحوا الاتنين الحفله وبيشوفوا هناك هاورد ستارك، وهاورد ده بيكون عالم عبقري وبيكون بيستعرض الجهاز بتاعه الجديد، ودي بتكون اخر اختراعاته، وبيقول للناس انه يقدر يخلي الجهاز ده يطير، وبيبدا يطير فعلا بس بيحصل خلل وبيقع تاني على الارض، وبيقول لهم انه لسه شغال على التجربه. بعدها بيشوف ستيف اعلان عن التطوع في الجيش وبيروح يقف قدام البدله دي، لكنه بيكون قصير جدا، وبيقول له باكي انه هيفضل يقدم ومش هييأس وهيفضل ولا حلمه، وكمان هيقود الجيش في الحرب، وبيفضل يقول كلام ملهم جدا، وبيكون سمعه شخص اسمه دكتور ابراهام وبيعجب جدا بشجاعه ستيف. بعدها بيودع باكي ستيف وبيمشي من المكان فورا، وبيروح ستيف يقدم للتطوع، واثناء ده بيدخل عليه دكتور ابراهام وبيقول له انت قدمت في الجيش 5 مرات باوراق مختلفه، انت ليه مصمم كده انك تنضم للجيش عشان تخلص على النازيين؟ فبيقول له لا انا مش عايز اخلص على حد، انا عايز بس ابقى حاجه، مش مجرد شخص ضعيف وخلاص ملوش اي لازمه. فبيعرض عليه ابراهام المشروع بتاعه الجديد، وبيقول له ستيف انه موافق فورا من قبل ما يقول له ايه هو المشروع اصلا، وبيتم قبوله في الجيش، وده بيفرح ستيف جدا. بعدها بنروح لمقر هايدرا وبنشوف الدكتور ده، وده عبقري جدا وشغال مع الجنرال بتاع الجيش النازي، وبيقدر يستخدم التسراكت وبيصنع منها اسلحه قويه جدا، وبتكون قوه التسراكت دي رهيبه. بعدها بيوصل ستيف لمركز التدريب هو والجنود، وبنشوف الضابط كارتر المشرفه على الجنود، فبيحاول واحد منهم انه يستظرف لكنها بتضربه وبتوقعه على الارض، وبيوصل بعد كده القائد للمكان وبيعرفهم انهم هيعدوا على اختبارات كتير جدا، واللي هيتم اختياره منكم للتجربه هو واحد بس وهينفذ عليه مشروع الجند الخارق، وبيبداوا بعد كده في الاختبارات، وستيف بيفشل في كل الاختبارات، وفي اختبار كمان انهم يتسلقوا وياخدوا العلم ده، والكل بيحاول لكنهم بيفشلوا كلهم، بس ستيف بيستخدم ذكائه وبيوقع العمود ده وبياخد العلم، وكل اللي موجودين بينبهروا بالحركه دي جدا. وبيوصل بعدها دكتور ابراهام وبيكون ستيف مش عاجب العقيد فيليبس لانه ضعيف جدا، فبيعمل لهم اختبار وبيرمي عليهم قنبله مزيفه، والكل بيجري من المكان، بس ستيف بيقرر يضحي بحياته وبيمسك القنبله عشان تنفجر فيه ومحدش يموت، فبيقول له ابراهام مش قلت لك انه شجاع؟ بعدها بيروح ستيف اوضته وبيقول له دكتور ابراهام انه اختاره للمشروع، فبيقول له ليه انا؟ فبيقول له لان من جواك كويس ما عندكش ذره شر واحده، وبيعرفه انه زمان كان شغال مع هايدرا على المشروع ده، لكن الجنرال النازي اخده قبل ما يجهز، وبيقول له المصل ده انت لو جواك شر بيخليك اكتر شر، بس لو جواك كويس بيخليك مثالي، وان كمان عشان ضعيف دلوقتي هتعرف قيمه القوه اللي هتكتسبها ومش هتبقى متكبر. وبيخلص معاه وبيمشي، وتاني يوم بتاخد كارتر ستيف لمحل في المدينه وبتقول لصاحبته كلمه السر وبتفتح لها الباب، وبيكون المكان ده هو مقر الجيش الامريكي اللي بيعملوا عليه التجارب السريه، وموجود من ضمن الحضور هوارد
ستارك ودكتور ابراهام وقائد الجيش. وبيدخل بعد كده ستيف وبيحطه في قلب الجهاز وبيبداوا يشغلوا الجهاز، بس ستيف بيفضل يتعذب وبيصرخ، فبيحاولوا يوقفوا المشروع لكن ستيف بيقول لهم لا انا هستحمل. وبعد ما بيخلصوا بيخرج ستيف وبيكون بقى اطول واقوى، والتجربه بتنجح فعلا وبقى جندي خارق، بس بيكون في نفس المكان ده جاسوس للجيش النازي وبيحاول يقتل ستيف لكنه بيقتل دكتور ابراهام وبياخد المصل الاخير وبيهرب من المكان فورا. وده بيعصب ستيف جدا اول ما بيشوف ابراهام ميت، وبيجري ورا الجاسوس ده باقصى سرعته وبيفضل يجري وراه في قلب المدينه ويطارده. وبيكون الجاسوس ده قدر يتمكن من ولد صغير وبيكون هيخلص عليه وبيرميه في البحر وبيهرب، بس الولد بيقول له انه تمام وبيعرف يعوم. وبيكمل ستيف مطارده وراه لحد ما بيركب غواصه فبينط وراه وبيقدر يكسر الغواصه ويطلعه وبينكسر المصل، لكن الشخص ده بيطلع سم وبيخلص على نفسه. بعدها بننتقل لمقر هايدرا وبنشوف الجنرال النازي وكمان قائد الجيش الالماني، واللي بيقولوا له احنا بنمول مشروعك من زمان وما شفناش اي نجاح، وبيكونوا بيستهزئوا بيه جدا. فبياخدهم وبيوريهم التسراكت والاسلحه اللي عاملها من المكعب، وبعد ما بيشوفوها بيخلص عليهم كلهم، وبيكون هدف الجنرال انه يحتل العالم بالمكعب ده. بعدها بنشوف ستيف وهو بياخدوا منه دم لان اللي جواه ده اخر مصل اتحقن بيه والمصل الاخير اتدمر، وبعد ما ابراهام مات مش هيعرفوا يعملوا المصل ده من تاني. وبيكون العقيد فيليبس عايز يحبسه عشان ينفذ المشروع، لكن واحد من القاده بيقول له لا احنا هنستخدمه في هدف تاني في الاعلام عشان يلم تبرعات للجيش ويساعد الشباب انهم ينضموا للجيش، وبيتفقوا على كده فعلا. بعدها بيعملوا له زي وبيسموه كابتن امريكا، وبيبدا ستيف يعمل عروض رقص وافلام وبيبدا يتشهر جدا وسط الناس، بس مش ده اللي عايزه ستيف. وفي يوم بيستهزئوا به الجنود فبيتضايق ستيف جدا وبيمشي من المكان، وبتروح له كارتر وبتقول له ان ده مش الشخص اللي المفروض انك تكونه وانها مؤمنه بيه وان هيبقى ليك شأن عظيم جدا. بعدها بتوصل عربيه وفيها مصابين كتير جدا وبتقول له ان دي الكتيبه 107، ولما اشتبكوا مع هايدرا رجع منهم عدد قليل بس ومش عارفين الباقي عايش ولا تم اسره. وبتكون دي نفس الكتيبه اللي فيها باقي صاحب ستيف، وبيروح للعقيد فيليبس وبيطلب منه انه يروح عشان ينقذ الكتيبه، لكنه بيقول له انه مش هيبعت حد تاني يموت وكفايه اللي ماتوا، وانت مش جندي انت دورك تركز في العروض اللي بتعملها وبس. لكن ستيف ما بيسمعش كلامه وبيقرر انه يروح لوحده واللي يحصل يحصل. ولما بتعرف كارتر بتساعده وبتنقله في طياره مع هيوارد، ولما بيوصلوا لمكان النازيين بينط ستيف من المكان وبينزل هناك وبيبدا يتقاتل مع رجاله هايدرا وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وبيدخل المكان وبيشوف كل الاسلحه اللي شغالين عليها، وبيفضل مكمل في طريقه لحد ما بيدخل لمكان الاسرى وبيحررهم، لكنه ما بيلاقيش باقي معاهم وبيسالهم فبيقولوا له ان في جناح جوه ممكن يكون باقي فيه، وبيروح فعلا وبيدخل جوه المكان ده وبيلاقي فعلا باقي، واول ما بيشوفه بيقول له انا كنت سايبك قصير، وبيشوف خريطه فيها كل مقرات هايدرا. بعدها بياخدوا وبيحاولوا يهربوا من المكان، لكن الجنرال بيشوفهم وبيحاول يدمر المكان كله، واول ما بيشوفوا دكتور زولا بيقول للجنرال مش هيقدروا عليه. بعدها بيبداوا الاسرى اللي اتحرروا انهم يخلصوا على كل النازيين، اما الجنرال بيوصل لكابتن امريكا وبيقول له احنا مش زي الناس العاديه، احنا مقدر لينا مكان اكبر، انضم ليا وهنحكم العالم. فبيضربوا ستيف، فبيوري له بعدها شكله الحقيقي وان اسمه ريد سكال، وبياخد بعدها التسراكت وبيهرب من المكان فورا وبيتدمر المكان. بعدها بيتعدي شويه وقت وبيكون الجيش الامريكي فاكر ان ستيف مات، لكن فجاه بيظهر لهم بكل الجنود اللي كانوا اسرى، فبيعجب بيه فليبس جدا. ومن اللحظه دي قرر ستيف انه هيبقى قائد حقيقي مش بس مهرج بيعمل عروض ويغني ويرقص. بعدها بيعرفهم مكان مقرات هايدرا وبيقول لهم انه هيختار فريقه بنفسه، وبيختار مجموعه فعلا، وبيروح بعد كده لهيوارد ستارك عشان يصنع له بدله. واول ما بتشوفوا السكرتيره بتاعته بتعجب بيه جدا، بس لما بتيجي كارتر وبتشوفهم بتتضايق جدا وشكلها كده حبه ستيف. بعدها بيديله ستارك درع مصنوع من الفايبرينيوم، والفايبرينيوم ده اقوى معدن في العالم، وبيبدا يروح كل مقرات هايدرا هو وفريقه وبيخلصوا عليهم كلهم واحد ورا التاني وبيدمروا المقرات كلها. وشهرة ستيف بتبدا تزيد وبقى بطل لدرجه انه بيتعمل عنه افلام، وبياخد ستيف معارك كتير جدا وبيكسبها كلها. وفي يوم بيروحوا مهمه عشان يوقفوا قطر في اسلحه ريد سكال، ودكتور زولا بيكون جواه، وبيدخل ستيف مع الجنود وبيخلصوا على كل اللي هناك واحد ورا التاني. بس فجاه بيظهر واحد كده ببدله وبيضرب عليهم نار، وبيكون باكي هيقع من القطر، فبيروح ستيف وبيحاول يمسكه بس ما بيقدرش وباكي بيقع. واول ما بيشوف ستيف بينهار وهو شايف صاحب عمره بيموت قدامه، وبيروح بعدها بكل غضب وبيخلص على كل اللي في القطر، وبيقبض كمان على دكتور زولا. بعدها بيروح له العقيد فيليبس وبيحاول يعمل معاه ديل، وبيعرفه انه نشر خبر انه تعاون معانا وان زمان ريد سكال دلوقتي عرف وقرر يخلص عليه، فتعاون معانا واحنا هنقدر نحميه. وبيقول له فعلا على كل اللي عايز يعرفه. بعدها بنشوف ستيف اللي بيكون زعلان جدا على موت صاحبه باكي، فبتروح له كارتر وبتواسيه وبتقول له انه صاحبه مات بشرف وكان فخور بيك جدا، فبيقول لها انه
هيدمر ريد سكال وكل الجيش النازي. بعدها بيبدا يحط الخطه اللي هيقتحموا بيها مكان ريد سكال، وبيركب الموتوسيكل بتاعه وبيروح للمكان اللي هو فيه، وبيدخل هناك وبيفضل يخلص على كل اللي هناك واحد ورا التاني. وكابتن امريكا بيكون قوي جدا ومحدش قادر عليه ولا يلمسه حتى، لحد ما بيدخل في قلب المكان وبيقابل ريد سكال، لكنه بيهجم عليه جيش كامل وبيقبضوا عليه وبيدخلوه الريد سكال. وقبل ما يخلص عليه بيظهر فريقه وبيفضلوا يخلصوا في رجاله ريد سكال واحد ورا التاني. فبيجري ريد سكال فورا وكابتن امريكا بيفضل يجري وراه، وبيظهر له تاني جندي من لابس بدله وبيضرب عليه نار. بس في اللحظه دي بتوصل كارتر وبتضربه، وبيروح كابتن امريكا وبيفضل يكمل مطارده ورا ريد سكال لحد ما بيروح يركب الطياره بتاعته وبيكون بيهرب. فبيوصل فيليبس وكارتر وبيكون معاهم عربيه، وبيركب معاهم كابتن امريكا وبيقرروا يكملوا مطارده. وبيروح كابتن امريكا وبينط على الطياره وبيقدر يدخل جواها. فبيجي له رجاله ريد سكال لكنه بيخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيخلص عليهم كلهم. والطياره دي بتكون مليانه اسلحه كتيره جدا فيها طاقه عاليه، وبتكون بتتجه لنيويورك عشان تدمرها. فبيوصل كابتن امريكا الريد سكال وبيبدا يتقاتل معاه، بس اثناء قتالهم السلاح اللي فيه التسراكت بيتدمر. فبيروح ريد سكال عشان يمسكها لكنها بتدمره وبتخلص عليه. بعدها بيتصل كابتن امريكا بكارتر وبيقول لها ان مفيش وقت، الطياره لو وصلت نيويورك هتدمرها. وبيقرر ينزل بيها في قلب البحر ويضحي بحياته عشان الطاقه تكون في وضع خمول. وبيقول لها انه كان نفسه يرقص معاها، فبتقول له انها هتستناه الاسبوع الجاي لو عاش في مطعم عشان يرقصه. فبيقول لها انا ما بعرفش ارقص. فبتقول له تكون موجود بس وانا هعلمك. وبينزل ستيف في قلب البحر وللاسف بيموت، وبتحزن عليه كارتر جدا. بعدها بفتره بيروح هاورد ستارك وبيفضل يدور على كابتن امريكا في المكان اللي وقع فيه، لكن للاسف ما بيلاقيهوش. وبيتقفل ملف ستيف. وبيجي بعد كده القائد وبيقول لكارتر ان مشروع الجند الخرق اتوقف لان المصدر الوحيد للمصل كان دم ستيف، وستيف ما عادش موجود. بعدها بتعدي 70 سنه وبيفوق كابتن امريكا بيلاقي نفسه في اوضه وجنبه راديو وبيسمع مباريات قديمه، لكنه بيكون اتفرج على المباريات دي قبل كده وبيفهم ان في حاجه غلط. ولما بتدخل عليه واحده بيهرب فورا من المكان. فبيهرب فورا من المكان وبيطلع بره وبيلاقي نفسه في مكان غريب اكثر تطور وعالم غير العالم بتاعه خالص، لحد ما بيظهر قدامه الناك فيوري وبيقول له الاوضه اللي كنت فيها دي عشان تخفف الصدمه عليك لانك كنت في ثبات لمده 70 سنه. فبينصدم جدا اول ما بيسمع الكلام ده. حكايتنا بيتكمل مع ستيف وهو بيحاول يتمرن طول الوقت عشان يتأقلم على الحياة الجديدة، وفي المكان اللي هو فيه بيكون هناك سام، واللي ستيف بيفضل يسبقه في الجري، وكل مرة بيسبقه وبيستفز جدا. وبعد التمرين بيروح يسلم عليه وبيفضلوا يتعرفوا على بعض، وبيكونوا الاتنين في الجيش الأمريكي. بعدها بتجيله رسالة مهمة جدا وبيمشي ستيف فورا. وفي الوقت ده بتجيله ناتاشا وبتاخده معاها في العربية بتاعتها، وبيكون عندهم مهمة دلوقتي انهم يحرروا أسرى من سفينة. وبيروح ستيف بعد كده لفريقه وبيفضل الشخص ده يشرح لهم ازاي هيعملوا كده ويحرروا الاسرى، وبيفضل يوريهم صور كل الرهاين اللي موجودين في المكان، ومن ضمن الرهاين دول ضباط وعلماء وان لازم نحررهم باي طريقه. فبيبدا كابتن امريكا انه يحط الخطه وبيعرف ناتاشا دورها والفريق. بعدها بيوصلوا بالطياره للمكان اللي فيه الاسرى، واول ما بيوصلوا هناك بينط كابتن امريكا منها من غير مظله. فبيستغرب الجندي ده ازاي نط من غير مظله، فبيقولوا له مش محتاجها. وبيدخل بعد كده كابتن امريكا السفينه وبيفضل يضرب في كل اللي موجودين واحد ورا التاني، وبتكون قوته مذهله جدا ومحدش قادر عليه، وبيكون مهاري جدا لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وبيوصل بعد كده للمكان الفريق بتاعه وناتاشا، وبيدخلوا المكان وبيدوروا على الرهاين لحد ما بيقدروا يوصلوا لهم وبيحرروهم. بعدها بيكلم كابتن امريكا ناتاشا لكنها ما بتكونش موجوده في المكان، وفجاه بيظهر له شخص كده وبيبدا يتقاتل معاه، وبيبان على الشخص ده انه قوي جدا وبيفضل يستفز في كابتن امريكا، فبيتضايق جدا وبيقوم وبيخلص عليه. بعدها بنشوف ناتاشا وهي بتنقل معلومات من السفينه، وستيف ما بيكونش عارف اي حاجه عن المعلومات دي. فبتقول له ناتاشا ان المهمه الاساسيه كانت دي مش تحرير الاسرى، فبيتضايق جدا لانهم استغفلوه وما قالوش حاجه. لكن اثناء كلامهم بيفوق الشخص ده من تاني وبيرمي عليهم قنبله، لكنهم بيقدروا يتفادوها وما بيحصل لهمش اي حاجه وبتنجح المهمه بتاعتهم. فبيرجع بعد كده كابتن امريكا لمقر شيلد وبيروح لناك فيوري، وبيكون بيتعصب جدا وبيقول له كان لازم افهم انا رايح ليه وطبيعه المهمه، انا مش جندي عادي. فبيقول له انها كانت مجرد بس معلومات كلفنا بها ناتاشا وما رضيتش اشغلك بيها. فبيقول له انا قائد المهمه وكان لازم اعرف كل حاجه. فبيفضل فيوري يهدي فيه وبياخده بعد كده وبيوري لهم المشروع بتاعهم السري. والمشروع ده عباره عن مركبه ضخمه جدا متوصله بالقمر الصناعي، وتقدر تقضي على اي حد في ثواني مهما كان عددهم ومهما كان مكانهم، وبتقدر كمان تحدد اهدافها بالظبط. بس ستيف ما بيعجبوش الفكره دي جدا وبيكون متضايق على الاخر، وبيقول له السلاح ده مش للحمايه، ده ارهاب، وبيسيبه وبيمشي. بعدها بيروح لمتحف وبيكون موجود هناك فيه صورته وفريقه القديم وافلام وثائقيه
شغالة عن انجازاته، وبيفضل كابتن امريكا واقف قدامها وبيفضل يفتكر كل ذكرياته زمان، وبيشوف كمان صورة لصاحبه باكي اللي مات وبيكون مفتقدة جدا، وبيشوف كمان فيديو لكارتر وهي بتتكلم عنه، وبتكون كارتر لسه عايشة لحد دلوقتي لكنها عجزت جدا وبقى عندها 100 سنة، وبيروح لها بعد كده ستيف وبيفضل يتكلم معاها لكنها بتكون عندها زهايمر ومش فاكرة اي حاجة، وبيكون زعلان على حالتها جدا. بعدها بنشوف فيوري وهو بيأمن المكتب بتاعه وبيشغل الفلاشة اللي اخدها من ناتاشا، لكن الفلاشة بتكون مشفرة ومش عارف يفتحها، فبيروح بعدها لبيرس وده واحد من رؤساء شيلد وبيطلب منه يأجل المشروع، لكنه بيقول له ان الموضوع مش سهل زي ما انت فاهم، هياخد وقت جامد لكنه هيحاول. فبيمشي فيوري فورا، واثناء ما هو راكب العربية بتاعته في الشارع بيحس بحاجة مريبة، وفجأة بيهجموا عليه عربيات كتير جدا وبيحاولوا يخلصوا عليه، وبيفضلوا يضربوا نار على العربية بتاعته، بس العربية بتكون مصفحة وما بيتأذيش، وبيحاول يهرب منهم بس بيظهر قدامه شخص وبيفجر العربية، ولما بيروح عشان يخلص عليه ما بيلاقيهوش، وبيكون فيوري فص ملح وداب وبيكون قدر يهرب منهم. بعدها بنشوف ستيف واللي بيكون مروح بيته بيقابل جارته واللي بتقول له انه نسى المزيكا شغالة جوه، فبيفهم ان في حاجة غلط لانه ما شغلش مزيكا قبل ما ينزل، وبيحاول يدخل بعد كده من الشباك، واول ما بيدخل جوه بيلاقي قدامه الناك فيوري لكنه بيكون مصاب، وبيكتب له ان في اجهزة تصنت في المكان وما يتكلمش وهم متراقبين، وفجأة بينضرب عليهم نار، فبيوري الفلاشة لستيف وبيقول له ما تثقش في حد. بعدها بتدخل جارته واللي بتكون ظابط وبتقول له انها هتتصل بالاسعاف، وبيروح كابتن امريكا عشان يطارد الشخص ده، ولما بيضربوا الدرع بيوقفوا الشخص ده بسهولة جدا وبيستغرب من قوته وبيقدر يهرب منه. بعدها بيروح لفيوري المستشفى وبيحاولوا الدكاترة انهم ينقذوه باي طريقة لكن للاسف ما بيعرفوش وفيوري بيموت. فبيحاول كابتن امريكا انه يتكلم مع ناتاشا، فبتسأله فيوري كان في شقتك بيعمل ايه لكنه ما بيثقش فيها. بعدها بيجيله استدعاء من شيلد، فبيخبي الفلاشة فورا في المستشفى وبيروح هناك وبيدخل فعلا المكان وبيقابل رئيس شيلد، فبيوري له فيديو للشخص اللي كان خاطف السفينة وبيقول له ان في حد طلب منه يعمل كده، ولما حققوا في الموضوع اكتشفوا ان الشخص ده هو فيوري. ولما بيسألوا فيوري كان عندك في الشقة بيعمل ايه، فبيفتكر كلام فيوري لما قال له ما تثقش في حد وبيقولوش اي حاجة وبيمشي من المكان فورا، لكن اثناء خروجه بيدخل عليه الفريق بتاعه وبيحس انهم هيقبضوا عليه، فبيقول لهم كابتن امريكا قبل ما ابدا حد عايز يمشي، فبيهجموا عليه لكنه بيضربهم كلهم وبيخلص عليهم واحد ورا التاني وبيهزمهم بسهولة جدا، وقبل ما بيهرب من المكان بيلاقي ناس اكتر بيهجموا عليه، فبيجري فورا وبيبعتوا وراه طيارة، فبياخد الموتوسيكل بتاعه وبيجري وبيقدر يتعامل معاها وبيفجرها. بعدها بيطلع بيرس قرار بالقبض على كابتن امريكا وانه خاين، فبيروح بعد كده كابتن امريكا المستشفى عشان ياخد الفلاشة لكنه ما بيلاقيهاش، وبتكون مع ناتاشا، فبيسألها انت كنت عارفة ان فيوري هو اللي خطف الناس في السفينة؟ فبتقول له كنت عارفة، وهو عمل كده لانه كان محتاج يعرف ايه اللي بيحصل في شيلد وكان شاكك انها مخترقة، وبتقول له انها كمان عارفة الشخص اللي قتله وانها واجهته قبل كده، وبيطلقوا عليه جند الشتاء وقوي جدا. وفي نفس الوقت بيكون بيرس عامل اجتماع لاعضاء مجلس ادارة شيلد وبيقول لهم انه لازم يشغل المشروع بسرعة. بعدها بيحاول ستيف وناتاشا يشغلوا الفلاشة لكن كل اللي بيوصلوا له لوكيشن مكان، وفجأة بيجي لهم رجالة شيلد لكنهم بيقدروا يهربوا منهم وبيروحوا للوكيشن اللي كان على الفلاشة، وبيكون ده المكان اللي اتدرب فيه كابتن امريكا زمان، وبيكون حافظ المكان ده وبيقدر يدخل من المكان السري لحد ما بيوصلوا اسانسير وبيدخلوا جواه وبينزلوا المكان كده فيه اجهزة قديمة جدا، فبيدخلوا الفلاشة فيه، والفلاشة دي بتكون عليها عقل دكتور زولا وبيظهر وبيتكلم معاهم وبيقول لهم ان هاي دراما ما انتهتش بعد موت ريد سكال، وان دي كانت مجرد البداية بس، وانهم قدروا يعملوا جماعات سرية ودخلوا جوه شيلد وهم اللي مسيطرين عليها دلوقتي، وان رجالتهم في كل مكان في البلد، ودكتور زولا زمان جاله مرض وما قدرش ينقذ جسمه لكنه قدر ينقل وعيه، وبيفضل يماطل معاهم لحد ما صاروخ بينضرب عليهم وبيدمر المكان، بس بيقدر كابتن امريكا انه يحمي نفسه وناتاشا. بعدها بنشوف بيرس واللي بيكون في بيته مع الشخص اللي قتل ناك فيوري جند الشتاء، وبيكون هو اصلا اللي كان مخطط لموته، واثناء كلامهم ده بتدخل عليهم السكرتيره بتاعته فبيقول لها يا ريتك كنت خبطتي، وبيخلص عليها عشان ما تكشفش امره. بعد كده بيروح كابتن امريكا عشان يطلب مساعده من سام، وبيقرر سام انه يساعده، وبيروحوا بعد كده لواحد من الاسرى اللي انقذوه من السفينه وبيخطفوه وبيسالوه ايه هو مشروع زولا لكنه بيرفض وما بيرضاش يقول لهم اي معلومات، فبتضربوا ناتاشا وبيطيروا من فوق المبنى، بس سام بيطير باجنحته وبيلحقه، فبيخاف الشخص ده جدا وبيقول لهم على كل حاجه، وان المشروع هدفه انه يحدد اشخاص ويقتلهم لانهم هيشكلوا خطر على هايدرا في المستقبل، ومن ضمن الاشخاص دول انت وناتاشا وبروس بانر اللي هو هالك وكابتن امريكا وايرون مان وسبايدر مان، ودول اللي هيكونوا فريق الافنجرز من الابطال الخارقين في المستقبل، والجهاز ده بيقدر يتوقع التنبؤات، فبيقرروا انهم يوقفوا المشروع ده، بس بيهجم عليهم جند الشتاء وبيقتل الشخص ده وبيضرب عليهم نار، فبيبدا ستيف يتقاتل معاهم، بس
اثناء قتالهم بيوقع القناع بتاع جند الشتاء، فبيتفاجئ انه ده باكي صاحبه، لكنه ما بيكونش فاكر اي حاجه ولا فاكر ان ستيف اصلا صاحبه، وبيهرب من المكان. بعدها بيوصلوا قوات شيلد وبيحاصروهم وبيقبضوا عليهم، بس في طريقهم بتقدر مساعده ناك فيوري انها تحررهم وبيقدروا يهربوا وبتاخدهم لمكان امن. ولما بيدخلوا جوه بيتفاجئوا بفيوري قدامهم وبيكون لسه عايش، وبيعرفهم ان هايدرا عملت تجارب على باكي صاحبك، وانهم قطعوا دراعه وركبوا له دراع حديد، وانهم حقنوه بماده ومسحوا ذاكرته وبقوا يستخدموه في العمليات. وبيدولهم بعد كده فيوري 3 شرايح وبيقول لهم انكم لازم توصلوهم بالطياره عشان توقفوا المشروع واحنا اللي نتحكم فيه. بعدها بيجهز ستيف وفريقه وبيروحوا للمكان اللي فيه المشروع، وبيدخل بعد كده للمايك وبيفضل يتكلم مع كل اللي موجودين وبيحكي لهم كل حاجه، وان شيلد تم اختراقها من هايدرا وبيرس هو رئيسها، وبيقول لهم ما يشغلوش المشروع لانهم هيعملوا عمليات ارهابيه بيه. لكن الشخص اللي هناك بيرفض، فبيروح واحد من الجنود وبيحاول يشغل المشروع، ولما بيرفض الشخص ده بيضربه، لكن بتقوم معركه في المكان فبيشغل الشخص ده المشروع وبيهرب. فبيروح بعدها ستيف وسام عشان يحطوا الشرايح، وبيكون بيرس مجتمع مع اعضاء مجلس الاداره عشان يقنعهم بالمشروع، لكنهم بيرفضوا وبيكون هيخلص عليهم. بس في اللحظه دي بتظهر ناتاشا وبتكون متخفيه وبتضربه هو والحارس، وبتقرر تنشر كل ملفات شيلد وهايدرا على النت عشان العالم كله يعرف حقيقتهم. بعدها بيوصل فيوري للمكان وبيساعدها في نشر الملفات، وبيكون ستيف وسام حطوا شريحتين، وقبل ما ستيف يحط الشريحه الثالثه بيظهر فجاه باكي وبيهجم عليه وبيدمر جناحات سام وبيوقعوا على الارض. وبيبدا ستيف وباكي انهم يتقاتلوا مع بعض، وبيكونوا الاثنين اقوياء جدا. فبيحاول ستيف انه يفكروا بنفسه وبذكرياته، لكنه ما بيسمعلوش وبيفضل يضرب فيه. بس في النهايه بيتغلب عليه كابتن امريكا وبيحط اخر شريحه على اخر لحظه، وبتبدا كل طيارات هايدرا انها تتدمر، وبيكون باكي هيموت. فبيروح له كابتن امريكا وبيقدر ينقذه، بس باكي بيفضل برضه يضرب فيه. فبيقول له كابتن امريكا انه مش هيضربه لانه صاحبه، فبيضربه باكي والمكان بيتدمر وبيقع كابتن امريكا في قلب البحر. بس الغريبه ان باكي بينط وراه وبينقذه وبيخرجه من البحر، بس بيسيبه وبيمشي وما بيكلموش. وبيرس بيكون بيحاول يقتل ناتاشا، لكن فيوري بيضرب عليه نار وبيخلص عليه، وبياخدوا بعدها طياره وبيقدروا ينقذوا سام قبل ما يتدمر المكان عليه، وبيقبضوا على كل عملاء هايدرا. وبيقول فيوري لستيف انه في نظر الناس دلوقتي مات، لكنه هيشتغل من السر وده هيكون افضل، وبيمشي بعدها من المكان. وبتجيله ناتاشا بعد كده وبتديله ملف باكي، وبيقرر كابتن امريكا انه هيدور على باكي صاحبه. بتكمل الحكايه مع مقر هايدرا في الماضي، وبنشوفهم وهم مطلعين باكي وبيكونوا ماسحين ذاكرته وحاطينه في ثبات، ولما بيعوزوه في مهمه بيطلعوه من الثبات، ولما بيخلصها بيرجعوه تاني. ومعاهم كتاب فيه كلام معين اول ما بيقولوه باكي بينفذ لهم اللي هم عايزين من غير ما يفكر، وبيسيطروا من خلاله على مخه. وبيقولوا له على المهمه بتاعته الجديده، وهي انه هيخلص على واحد في العربيه بتاعته وهياخد منه ماده ويجيبها فورا. وبينجح فعلا في المهمه دي، والماده دي هيقدروا يعملوا منها جنود خارقين زي كابتن امريكا وباكي واللي زيهم. وبنرجع بعد كده للوقت الحاضر وبنشوف فريق الافنجرز وهم في مهمه، وهي انهم يقبضوا على روماريو ورجالته، وبتراقبهم واندا وسام. وبيوصل روماريو وفريقه للمكان اللي هيسرقوا منه الاسلحه، وبيدخلوا وبيدمروا المكان ده، وبيفضلوا يرموا غاز مسيل للدموع على الناس اللي موجوده، ولو في حد عاش منهم بيخلصوا عليه. وفي الوقت ده بيوصل كابتن امريكا وبيدخل معاهم في معركه، وبيكون كابتن امريكا مهاري جدا وقوي، واندا بتساعده وبتطلعه فوق وبينط وبيدخل في قلب المبنى، وبيفضل يتعامل مع كل رجاله روماريو ويخلص عليهم واحد ورا التاني لحد ما بيوصل روماريو للجهاز اللي عايزه. وبتكون واندا وسام بيتعاملوا مع رجالته بره، وبيقدر روماريو ياخد السلاح وبيهرب بيه. فبيشوفوا كابتن امريكا وبيفضل يجري وراه لحد ما بيقدر يوصل له في النهايه، وبيدخل معاه في معركه. وبتكون كمان ناتاشا بتجري ورا 2 من رجاله روماريو وسام كمان، وبيكونوا بيدوروا على العينه اللي اخدوها من شويه، وبتقدر واندا توصل له وبيساعدها سام انها تاخد العينه قبل ما تنفجر. اما كابتن امريكا فبيكون لسه بيتقاتل مع روماريو، وبعد قتال كبير جدا بيقدر فعلا يهزمه، بس روماريو بيفجر نفسه. بس واندا بتقدر بسحرها تسيطر عليه قبل ما يأذي كابتن امريكا والناس اللي موجوده، وبتشيله بقوتها وبترفعه فوق وبترميه في قلب مبنى. وللاسف المبنى ده بيكون فيه سكان وبيموتوا، وواندا اول ما بتشوف المنظر ده بتنهار وبتفضل تعيط، وبتكون زعلانه انها تسببت في اذى حد. بعد كده بنشوف توني ستارك وبيكون في حفله عاملها وبيعرض اختراعه الجديد، وفكره الاختراع ده انه بيقدر يعرف الذكريات القديمه في دماغ الشخص ويعرضها، وبيكون شكلها
انها حقيقيه، وبيعرض لهم ذكرى لهم مع والده ووالدته، وبينبهر كل اللي موجودين جدا بالاختراع ده وبيفضلوا يسقفوا له. بس لما بيخلص وبيطلع بره بيقابل ست كبيره وبتفضل تقول له انتم ما بتحموش العالم، ابني مات بسببكم، وابنها ده مات في مهمه للافنجرز قبل كده، وبتسيبه وبتمشي. وتوني بيكون متاثر جدا اول ما سمع كلامها ده. بعدها بتبدا الاخبار تتكلم عن الناس اللي ماتت بسبب واندا من سكان واكاندا، وبيطلع ملك واكاندا وبيفضل يلوم الافنجرز انهم السبب. بعدها بيجي رئيس الوزراء وبيجتمع بالافنجرز وبيطلب منهم انهم يوقعوا على الاتفاقيه دي، وهي انهم هيقوموا بمهمتهم تحت اشراف الدوله، ومن دلوقتي مش هيشتغلوا من دماغهم تاني عشان مفيش ضحايا تقع بعد كده، لان سبب شغلهم من دماغهم سبب دمار كبير وخسائر. بس الافنجرز بيتقسموا لفريقين، فريق توني ستارك وبيكون موافق على الاتفاقيه دي، وفريق كابتن امريكا وبيرفض الاتفاقيه. بعد كده بنشوف شخص اسمه زيمو، واللي بيخبط عربيه واحد وبيدخل عشان يعتذر له، لكنه بيهجم عليه وبيخلص عليه، وبيكون عامل كده عشان يسرق منه الكتاب اللي فيه التعويذه بتاع باكي، وبياخد فعلا الكتاب وبيمشي فورا. بعدها بيتجمعوا الافنجرز كلهم مع بعض وبيفضلوا يتناقشوا عن الاتفاقيه، وبيقول لهم فيجن ان بسبب قوتهم بقى في تحديات كبيره اكتر بتواجههم، والتحديات دي بتسبب ضمان للعالم. وبيشوف ان الاتفاقيه فكره مش وحشه، فبتسال ناتاشا توني ليه ساكت، فبيقول لها كابتن امريكا لانه اخذ قراره خلاص. واثناء كلامهم بيجي رساله لكابتن امريكا وبيمشي وبيسافر فورا للندن، وبتكون كارتر حبيبته ماتت وبيحضر الجنازه بتاعتها. بعد كده بنشوف ملك واكاندا في مؤتمر ومعاه ابنه تتشالا، لكن اول ما بيطلع على الستيج وبيتكلم بتنفجر قنبله في المكان وبيموت ملك واكاندا، وابنه ما بيعرفش ينقذه وبيكون منهار على موت والده. وبيكون كابتن امريكا شايف الاحداث دي في الاخبار وبيعرف ان اللي فجر القنبله هو باكي. بعدها بنشوف تتشالا اللي بيكون مصدوم من موت والده، وفي الوقت ده بتجيله ناتاشا وبتحاول تواسيه وتتكلم معاه، لكنه بيكون اخد قرار خلاص انه هينتقم من باكي. فبتكلم كابتن امريكا وبتعرفه مكان باكي، وبيروح له فورا عشان ينقذه قبل ما تتشالا يخلص عليه، وبيلاقيه هناك فعلا وبيقول له انت عارفني؟ فبيقول له قرات عنك في الصحف، وبيقول له مش انا اللي فجرت المبنى. بس اثناء كلامهم بيهجم عليهم قوات شرطه، وبيبدا كابتن امريكا يتعامل معاهم هو وباكي، وبيهرب باكي من المكان. بس اثناء هروبه بيهجم عليه بلاك بانثر وبيبدا يتقاتل معاه، فبيفضل يجري وهو وراه، ووراهم كابتن امريكا كمان. وبيحاول كابتن امريكا انه يمنع بلاك بانثر انه يوصل لباكي، لكن في النهايه بتحاصرهم كلهم الشرطه ورودي وبيقبضوا عليهم. وبنعرف هنا ان بلاك بانثر ده هو تتشالا ابن ملك واكاندا، وكان عايز ينتقم لموت والده. وبيحبسوا بعد كده القوات باكي في زنزانه، وبياخدوا كابتن امريكا وسام وتتشالا اسلحتهم. بعدها بيروح توني لكابتن امريكا وبيحاول يتكلم معاه ويقنعه بالاتفاقيه، وبيقول له ان ده هيبقى احسن لينا وللعالم، لكنه بيرفض. وفي الوقت ده بيتنكر زيمو في شكل دكتور نفسي وبيروح عشان يتكلم مع باكي، وبيكون سايب بره قنبله اول ما بتنفجر بتقضي على اي حاجه شغاله بالكهرباء. وبيدخل لباكي وبيقرا من الكتاب الكلمات اللي بتخليه يسيطر على عقله، وبيحرر باكي نفسه وبيحاول يهرب. فبتحاول ناتاشا توقفه لكنه بيكون اقوى بمراحل وبيكون خلاص هيخلص عليها، بس بيجي تتشالا وبيدخل معاه في معركه. وبيحاول كمان توني ستارك انه يوقفه، بس الغريب ان باكي قوته بتكون اقوى منهم كلهم ومحدش عارف يوقفه. وبيقدر يمشي ويطلع فوق السطح وبياخد طياره وبيحاول يهرب، بس بيجري كابتن امريكا وبيمسك الطياره وبيحاول يمنعه بكل قوته لحد ما الطياره بتنفجر من كتر الضغط وبتقع في قلب البحر. وبينط وراها كابتن امريكا وبيقدر ينقذ باكي قبل ما يموت، وبياخده بعد كده وبيوديه لمكان بعيد وبيربطه هناك. ولما بيفوق بيسالوا عنه، وبيكون المره دي فاكر ستيف وفاكر كل حاجه. ولما بيسالوا عن زيمو بيقول له ما يعرفوش، وانهم بيتحكموا فيه من خلال كتاب بيقولوا منه كلام معين وبيخلونا ننفذ اللي هم عايزينه، وان هايدا هي اللي عملت التجارب دي عليهم زمان وعملت على ناس تانية كمان وحقنتهم بنفس المصل اللي انت اتحقنت بيه. بعدها بنشوف الوزير وبيتكلم معاهم، وبيعرف توني انه هيطلع قرار بالقبض على كابتن امريكا وباكي واي حد ما ينضمش للاتفاقيه. بس توني بيقول له اديني مهله وانا هحاول اقنعه واخليه يمضي على الاتفاقيه. وبيقرر بعد كده يجمع فريق من اشخاص عندهم قدرات خارقه، لان اكيد كابتن امريكا مش هيوافق بسهوله وهيضطر للعنف. فبيروح لاول واحد وهو بيتر باركر اللي هو سبايدر مان، وبيوري له فيديو وبيحاول يضمه لفريقه. فبيهدده انه هيعرف عمته، فبيخاف وبيوافق ينضم له. وفي نفس الوقت بنشوف هوك اي وهو رايح لواندا عشان يخليها تنضم لفريق كابتن امريكا. فبيجي فورا فيجن وبيحاول يمنعه، وهوك اي ما بيقدرش عليه وبيقول له استسلم مش هتقدر عليا. فبيقول له بس هي تقدر، وبتضربه بقوتها وبتنزله تحت الارض وبيهربوا من المكان. اما العميله دي فبترجع بعد كده لكابتن امريكا الدرع بتاعه والجناحات بتاع سام، وبياخدوه بعد كده وبيعرفوه على انت مان.
وده الرجل النملة واسمه سكوت. وبيجمعهم بعد كده، وبيجي اليوم اللي كابتن امريكا هياخد فيه باكي ويروحوا عشان يوقفوا المتحولين. لكن في اللحظة دي بيوصل توني ستارك بالفريق بتاعه وبيحاول يمنعهم، وبيتدخل سبايدر مان وبيقدر ياخد الدرع بتاع كابتن امريكا وبيثبته في مكانه، بس انتي مان بيقدر يصغر حجمه وبيضربه وبيرجع له تاني الدرع. والمعركة بتقوم بين الابطال الخارقين وبيفضلوا كلهم يضربوا ببعض، وبيكون كلهم عندهم قدرات مذهلة جدا. فبيحاول فريق كابتن امريكا انه يعطل فريق توني لحد ما يهرب هو وباكي، وبيروح وراهم بلاك بانسر عشان يمنعهم. فبتقرر ناتاشا انها تخونهم وتساعد كابتن امريكا لانها مؤمنة بقضيته، وبيقدر فعلا يهرب وبياخد طيارة وبيطير من المكان. فبيحاول رودي صاحب توني ستارك انه يلحقهم، فبيجروا ورا سام وتوني بيضرب عليه صاروخ بس بيتفاداه وبيخبط في رودي وبيقع وبيقدرش يلحقه. وبيحاول سام يعتذر بس توني بيضربه وبيفقده الوعي. وبيتقبض بعد كده على اللي باقي من فريق كابتن امريكا وبيتحبسوا في سجن مشدد الحراسة تحت المية لحد ما بيروح لهم توني ستارك عشان يتكلم مع سام، وبيقول له انا هعطل الكاميرات 30 ثانية، قول لي كابتن امريكا فين وانا هروح واساعده وثق فيا. وبيثق فيه فعلا وبيقول له على مكانه، وبيطير فورا للمكان ده. وبلاك بانسر من غير ما توني يحس بيروح وراه، وبيوصل كابتن امريكا وباكي المكان اللي متجمد فيه الجنود. وبيوصل كمان توني ستارك وبيقول لكابتن امريكا انه هيساعده، وبيدخلوا جوه المكان بيلاقوا كل الجنود اللي اتحقنوا بالمصل ميتين، وبيشوفوا قدامهم زيمو وبيكون هو اصلا اللي مخطط لكل ده، وهو اللي جايبهم هنا. وبيوري لهم فيديو للحادثه اللي حصلت لابو توني ستارك اللي مات فيها هو ووالدته، وان باكي هو اللي موتهم. وبيقول توني لكابتن امريكا انت كنت عارف؟ فبيقول له ما كانش في وعيه. فبيتعصب جدا وبيفضل يضرب فيهم الاثنين، وبيدخلوا الثلاثه في معركه كبيره جدا. وايرون مان بيدمر الدراع بتاع باكي وكان خلاص هيخلص عليه لحد ما بيجي كابتن امريكا وبيضربه وبيدمر له المفاعل اللي في قلب البدله بتاعته. وقبل ما ياخد باكي ويمشي بيقول له توني ان والده هو اللي صنع له الدرع ده لكنك ما تستحقهوش. فبيرمي كابتن امريكا وبياخد باكي وبيمشي من المكان. بعدها بيوصل بلاك بانسر لزيمو، فبيفضل زيمو يحكي له هو ليه عمل كل ده، وان عيلته كلها ماتت في حادثه سكافيا اللي كان بيقاتل فيها الافينجرز، وهو عامل كده لانه شايف ان هم السبب وعايز يوقعهم في بعض. وبيكون هيقتل نفسه بس بيلحقوا بلاك بانسر وبيقرر يحبسه وما يقتلوش. بعدها بيبعت كابتن امريكا طرد لتوني ستارك وبيعتذر له عن كل اللي حصل، وبيقول له انه باكي ما كانش في وعيه وان دي نمرتي، وقت ما تحتاجني هتلاقيني موجود. بعدها بيروح للسجن اللي فيه فريقه وبيحررهم كلهم. ودي كانت نهاية حكايتنا. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير عشان نساعد ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم الفيديو الجاي.